وجاء هدف سعود عبد الحميد بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني للمباراة، إذ تلقى تمريرة حريرية من زميله مانو كوني داخل منطقة الجزاء، لينطلق بالكرة قبل أن يسددها بقوة إلى الشباك. وكان الظهير السعودي قد انضم إلى روما في الميركاتو الصيفي الماضي من الهلال السعودي في صفقة بلغت قيمتها 2.5 مليون يورو وفقاً لموقع ترانسفير ماركت. لم يصل بعد. حساب دوري أبطال أوروبا يصدم محمد صلاح، وعانى سعود عبد الحميد من الابتعاد عن تشكيل روما تحت قيادة دانيلي دي روسي وإيفان يوريتش، وبدأ وضعه في التحسن مع المدرب الحالي كلاوديو رانييري. وتجدر الإشارة إلى أن بطولة الدوري الأوروبي